فيلمنا بيبدأ مع المعلمة لوي، وبتكون قاعدة مع طفل وبيقول لها إن أنا زعلان من نفسي جدا، اللي أنا جايب 98% بس، ومش قادر أجيب 100%، وحاسس إن أنا ماليش لازمة ومفيش حد بيحبني. وبتعمل استدعاء لأهله وبتعرفهم إن هما بيحملوا ابنهم فوق طاقته، وابنهم حاسس بالفشل بالإنجاز اللي عمله ومش قادر يكون على قد توقعاتكم، واللي انتوا بتطلبوه منه زيادة فوق طاقته، وممكن الولد يتعقد ويأثر على شخصيته. بس المديرة بتتدخل وبتعتذر لأهالي الطفل على اللي المعلمة لو قالت لها إن السيد لونج أكتر واحد بيتبرع للمدرسة وما ينفعش نكلمه كده. ولوي ما بيعجبهاش طريقة المديرة وبتستقيل من الشغل بتاعها. وبعدها بالليل بتروح تقابل زوجها وبتعرفه إن هي استقالت، وهو بيكون مبسوط جدا وبيقول لها دي أفضل حاجة انت عملتيها عشان صحتك بعد العملية، وهي كان عندها ورم خبيث وشالته، وبيقول لها بكده تقدري تاخدي بالك من صحتك. وتاني يوم بتروح الجيم وبتسمع ان في قرية صغيرة فيها مدرسة هتتقفل عشان ما فيهاش غير 5 طلاب بس وما فيهاش مدرسين، وبيكونوا طالبين مديرة للمدرسة بس بمرتب قليل جدا، والمدرسة ديت مدعومة من الحكومة، ولو المدرسة اتقفلت ال5 أطفال مش هيكملوا تعليمهم. وفعلا المعلمة لوي بتروح المدرسة وبتروح تبص على الأطفال وبتقابل 5 أطفال في منتهى البراءة، بس بيخافوا منها وبيستخبوا بعيد عشان بيحسبوها صحفية. وبعدها بتفضل تسألهم أسئلة عشان تخليهم يثقوا فيها. وبعدها بتروح البيت وبتعرف زوجها إن هي عاوزة تروح المدرسة ديت، وبتعرفه إن المدارس الحكومية لو فيها أقل من 5 طلاب بس ممكن المدرسة تقفل، وهم ما عندهمش معلمين عشان يدرسوا لهم. وبتقوله إن المرتب هيكون قليل جدا والترم كله 4 أشهر بس، وزوجها بيوافق. وبعدها بتروح مكتب التعيين اللي تابع للقرية، ومدير المكتب بيعرفها إن المرتب 600 ين بس، وهي بتوافق. وبيقول لها انت اللي هتعملي اعمال التنظيف والاصلاحات اللي في المدرسه، وبرضه بتوافق. وبتروح هي وزوجها ليه وبيبداوا ينظفوا المدرسه، وبيكون اول يوم دراسه، واهالي القريه بيراهنوا ان هي مش هتقدر تكمل اسبوع واحد في الشغل وهتسيب المدرسه وتمشي. وهي بتكون واقفه مستنيه الطلاب، وبيجي لها مسؤول عن المدارس في القريه واسمه فونج، وبيعرفها لو المدرسه قلت عن 5 المدرسه هتقفل وهيتعمل مكانها حديقه عامه. وبعدها بيسيبها وبيمشي. وبعدها الطلاب فعلا بيجوا، والمعلمة لو بتبتدي تتعرف عليهم وبتسألهم هما ليه لابسين ماسكات، وبيقولوا لها عشان الناس بتتنمر علينا عشان احنا فقراء. الصحفيين بيجي يصورونا وبينزلوا صورنا وبيقولوا علينا الأطفال المساكين، وأهالينا قالوا لنا ما تخليش حد من الصحفيين يشوف وشكم عشان الأطفال ما تتعقدش قدام في المستقبل. وبعدها المعلمة لوي بتقول لهم أنا كمان أول ما جيت الناس كانت بتتريق عليا وبيقولوا لي رايحة تدرسي ال5 أطفال بس انتوا بجد تستاهلوا اللي أنا أدرس لكم، ومن النهاردة مفيش ماسكات من تاني. وبتبدأ تتعرف عليهم، وأول بنت اسمها سيو، والتانية اسمها كيتي، واختها التوأم جيتي، والطفلة الرابعة تيمي، والخامسة لوكا. والمعلمة لوي بتسألهم ايه أكتر حاجة بتفرحكم وايه أكتر حاجة بتزعلكم. وسيو بتقول لما والدي بيبيع الخردة وبيقدر يكسب فلوس، واكتر حاجة بتضايقني ان والدتي بتوحشني جدا. وكيتي وجيني بيقولوا اكتر حاجة بتفرحنا ان احنا بنيجي المدرسة، واكتر حاجة بتزعلنا ان اختي بتقلدني زي البغبغان. ولوكا ما بتكونش عاوزة تقول حاجة. وتيمي بتقول لها اكتر حاجة بتفرحني لما عمتي بتشتري لي كيك، واكتر حاجة بتزعلني لما وحش الرعد بياكل الناس. وبعدها وهم مروحين المعلمة لوي بتسأل عمة تيمي ايه وحش الرعد دوت، وعمة تيمي بتقول لها إن في يوم كانت الدنيا بتمطر ووالد ووالدة تيمي عملوا حادثة وماتوا، وهي كانت دايما بتسألني عليهم وأنا ما كنتش بعرف أقول لها إيه، فقلت لها اللي فيه وحش اسمه وحش الرعد هو اللي كلهم. وتاني يوم بتكون المعلمة لوي مستنية الأطفال، بس الأطفال ما بيجوش المدرسة، وبتروح لهم البيت عشان تعرف مجوش ليه. وبتروح لكيتي وجيني وأهلهم بيكونوا فقراء جدا ومعهمش فلوس يودوهم المدرسة، والمعلمة لوي بتعرض عليهم إن هي تجيلهم كل يوم تاخدهم وتوديهم المدرسة، والأطفال بيكونوا فرحانين جدا إنهم هيرجعوا للمدرسة. وبعدها بتروح للوكا البيت وبتلاقي جبل من التراب محطوط قدام البيت بتاعهم، وبتعدي وبتدخل البيت، ووالد لوكا بيكون بيزعق مع ناس عاوزين يشتروا منه البيت بالعافية وهو مش عاوز يبيع البيت. وبعدها بتدخل وتتكلم معاهم وبتقول لهم ما ينفعش مشاكلكم تأثر على البنت ولازم تودوها المدرسة. والمعلمة لوي بتروح تتكلم مع لوكا وبتعرفها ان هي لازم تيجي المدرسة،
ولوكا بتقول لها أنا خايفة أجي المدرسة والدي ووالدتي يتخانقوا مع بعض وممكن ما أشوفهمش تاني، عشان كده عاوز أفضل معاهم أطول وقت ممكن. وبعدها والدتها بتيجي وبتحضنها وبتطمنها إن هما مش هيتخانقوا تاني قدامها. وبعدها بيطلعوا برا البيت وبيبتدوا يشيلوا التراب من قدام البيت، وبتروح تشوف سيو وبتلاقيها ماشية معاها الخردة بتاعت والدها ورايحة تبيعها، وبتاخد الفلوس وبتروح تشتري أكل لوالدها. والمعلمة لوي بتروح لها وبتشوف طفلة بتعمل الأكل لوالدها وبتكون مهتمية بيه. وبعدها والد سيو بيصحى وبيعرفها إن هو كان تعبان النهاردة وما قدرش يجيبها المدرسة، وبيقول لها من بعد ما والدتها سابتنا ومشيت وسيو بتساعدني في كل حاجة في حياتي، ووالدتها راحت عاشت في مدينة تانية وعرفت شخص جديد، وسيو دايما بتسأل عليها ومبقاش عارف أقول لها إيه. وبيقول لها مبقاش في فلوس كتير معايا عشان أقدر أوديها المدرسة. والمعلمة لوي بتقوله إن بوابة المدرسة عاوزة تتجدد ومحتاجين بوابة جديدة، وبتقوله إن الحكومة هي اللي هتدفع فلوس البوابة، بس هي اللي بتكون هتدفعها من معاها عشان تخلي سيو ترجع تاني المدرسة. وبعدها تاني يوم بيقعدوا مع بعض وبيكونوا مبسوطين جدا بالمدرسة، والمعلمة لوي بتكون بتحبهم جدا. وبعدها في يوم بتكون الدنيا بتمطر والمعلمة لوي بتاخدهم عشان تروحهم البيت، وهم ماشيين في الطريق في صوت رعد بيكون قوي جدا وتيمي بتسمع الصوت وبتجري بعيد. والمعلمة لوي بتوقف الأطفال على جنب وبتروح تتكلم معاها وبتقول لها مفيش حاجة اسمها وحش الرعد، والدك ووالدتك كانوا بيحبوك جدا، والرعد والمطرة عشان يطمنوك ان هما معاكي وبيكونوا جايين عشان يطمنوا عليكي، وبتقف تحت المطرة عشان تطمنها وبتقول لها ما تخافيش هما جايين يطمنوا عليكي. وفعلا تيمي بتطلع تحت المطرة وبتقول لوالدها ووالدتها ما تقلقوش عليا، انا هقدر اخلي بالي من نفسي. والمعلمة لوي بتكون زعلانة جدا لانها فقدت اهلها. وبعدها المعلمة لوي بتكلم الشرطة وبتخليهم يروحوا يقبضوا على الناس اللي عاوزين ياخدوا بيت لوكا، والشرطة بتروح وبتقول لهم ان في معلمة بلغت على الناس ديت وبتقدر تنقذ عيلة لوكا. وبيكون ناقص شهر واحد بس على نهاية الدراسة، وبتعمل رحلة مدرسية للأطفال عشان يقربوا من أهلهم، وبيكونوا مبسوطين جدا وسعداء مع بعض. بس فونج المسؤول عن المدارس بيكون موجود في الحديقة وبيعرف المعلمة لوي إن في 5 طلاب بس موجودين في المدرسة، وبعد شهر لوكا هتروح المرحلة الابتدائية ومش هيبقى في عندي غير 4 بس، وبكده المدرسة هتتقفل. والمعلمة لوي بتكون زعلانة جدا، وبعدها بتروح على مكتب القرية وبتطلب من مدير المكتب إنهم يجيبوا أطفال جديدة للمدرسة، وبكده المدرسة هتفضل مفتوحة. وفعلا أهالي الأطفال بيساعدوا باللي يقدروا عليه، وكل واحد بيطور المدرسة على قد ما يقدر. وبيجي يوم الافتتاح وأهالي الأطفال بيكونوا مستنيين أي حد يجي، لكن للأسف مفيش حد بيهتم بالمدرسة دي، ومفيش طالب واحد بس بيجي المدرسة. والمعلمة لوي بتكون يئست جدا وبتكون بتعتذر لهم لأنهم هيقفلوا المدرسة، وفجأة بيغمى عليها وبيودوها المستشفى وبيكتشفوا إن الورم رجع من تاني. وأول ما المعلمة لوي بتفوق بتطلب من زوجها إن هو يخلي باله من الأطفال، وفعلا ليه بيروح المدرسة وبيدرس للأطفال، وأهالي الأطفال بيحاولوا كل يوم إنهم يجيبوا طلبة جداد. وبيجي آخر يوم في الدراسة والمعلمة لوي بتطلع من المستشفى وبتروح على المدرسة، بس فونج بيكون مستنيها وبيقول لها من بكرة المدرسة هتقفل لأن مش هيكون فيها غير 4 أطفال بس، والمدرسة لازم تتقفل من بكرة. وبتدخل المدرسة وبيكون أهالي الأطفال عاملين لها حفلة وبيكونوا فخورين بيها جدا وبيشكروها على كل اللي عملته لأولادهم، والأطفال بيكونوا عاملين لها عرض عشان يودعوها بيه. والمعلمة لوي بتكون مبسوطة جدا إنها شايفة الأطفال قدامها، وأهاليهم بيكونوا فخورين بيهم جدا، وأهالي القرية بيجوا بيشوفوا فرحة الأطفال بعينيهم. وبعدها المعلمة لوي بتروح تحضنهم وبتكون زعلانة جدا إنها هتسيبهم، وبعدها بتكرم لوكا وبتقول لها أنا هفضل فاكراكي طول حياتي ولازم تخلي بالك من نفسك في المستقبل. وبعدها لوكا بتقول إن كل المدرسين سابونا ومشوا وكل الأطفال مشوا، المعلمة لوي بس هي اللي فضلت معانا وكانت بتساعدنا يوم بعد يوم، أنا عاوزة لما أكبر أكون زيها. وبعدها بتطلب من المعلمة لوي إنها ما تسيبش المدرسة وتفضل موجودة معاها، والمعلمة لوي بتبكي
وبتفتكر ذكرياتها مع الأطفال في المدرسة، وبيخلص فيلمنا على كده. بس قبل ما تزعل، أهالي القرية جابوا أولادهم عشان يدرسوا في المدرسة، والمعلمة لوي لغاية النهاردة هي مديرة المدرسة. والقصة دي قصة حقيقية، وكل الأحداث اللي فيها حدثت بالفعل. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.